بورقس نيوة من أروع الوصفات وأسهل الوصفات اللي ممكن تحضروها. احتفظوا بالوصفة راح تحتاجوها بزاف في رمضان الكريم. ما نطولش عليكم، تبعوا المقادير وطريقة التحضير هكذا باش تنجح معاكم. أول حاجة هنايا عندي كاس ما يكون دافي كما راكم تشوفوا، ملعقة سكر، خميرة الخبز كما راكم تشوفوا درت ملعقة صغيرة، ملعقة كبيرة نتاع الخل و5 ملاعق تاع الزيت، زيت عادي. نخلطوا كامل هذوك المقادير ومن بعد نضيف لهم 3 كيسان اللي كيلنا به الماء، نكيلو به الفارينه، نديرو 3 كيسان تاع الفارينه ونلمو العجينه نتاعنا حتى نتحصلوا على عجينه تكون طريه وما تكونش طريه بزاف وما تكونش يابسه بزاف، باش نقدروا نتحكموا فيها كي نكونوا نفتحوا في العجينه نتاعنا. ضفت هذيك الفارينه، ضفت 2 كيسان الاولين، ومن بعد ضفت معاهم ملعقه صغيره نتاع الملح وخلطت هكذا. ومن بعد نضيف الكاس الثالث تدريجيا، يعني على حسب نوع الفارينه. تقدر الفارينه نتاعكم تكون تشرب كما تقدر تكون ما تشربش، يعني تقدر تاخذ لكم كميه اقل من 3 كيسان، يعني تكون 2 كيسان ونص، ولا كما تقدر تاخذ لكم 3 كيسان بالضبط. هكذا نبقى نضيف تدريجيا في الفارينه كما قلت لكم حتى نحصلوا على عجينه تكون متماسكه وما تكونش طريه بزاف وما تكونش يابسه، يعني ما تيبسوهاش بزاف العجينه نتاعكم. هكذا نلمو العجينه نتاعنا، نغطيها ونخليها ترتاح ونروحو نخدمو الحشو. هنايا العجينه نتاعي حسيتها مازالت طريه، كملت الكميه كامل تاع الفارينه اللي هي 3 كيسان نتاع الفارينه، ندخلها كامل في هذاك العجينه حتى نتحصلوا على هذا القوام. كما قلت لكم نغطيوها ونخليوها ترتاح ولا نخليوها تخمر الوقت اللي نروحو نخدمو الحشو. هكذا غطيوها بكيس بلاستيكي ولا فيلم اليمونتير باش ما تربيلكمش هذيك القشره من الفوق، والعجينه نتاعكم راح تجيكم شابه. يعني هنايا كيما راكم تشوفوا انا كنت غطيتها وخليتها ترتاح الوقت اللي راح نخدموا الحشو نتاعنا. هنا في مقله كنت حطيت كميه نتاع الزيت، حطيت حبه نتاع البصل اللي كنت قطعتها رقيقه، نقليو هذاك البصل حتى يدبل لنا شويه، ومن بعد نضيفوا له الكميه تاع دجاج ولا لحم مفروم، وهكذا نبقاو نخلطوا فيه حتى يدبل لنا كامل ويطيب. ومن بعد نضيفوا له التوابل. هنايا بعد ما يعني نلحقوا لهاد المرحله كما راكم تشوفوا، يعني كنشف ليه كامل من هذاك الماء، نضيف كميه نتاع الفلفل الاسود وضفت كميه قليله نتاع الكركم وضفت معاهم. كنت حطيت ملعقه نتاع طماطم مصبره، ملعقه صغيره، ضفت لها كميه نتاع الماء وفتحتها في هذاك الماء، ومن بعد ضفتها مع هاد الحشو. نبقى نخلط فيه هكذا. انا كنت في الاخير نسيت الملح، ضفت ملعقه صغيره نتاع الملح وخلط هكذا. وهذا هو الحشو نتاعنا. الحشو هنايا اختياري، يعني كنت درت هكذا وانتم ضيفوا واش حبيتوا في الحشو نتاعكم. هنا العجينه نتاعي بعد ما ارتاحت نجي نفتح هكذا العجينه نتاعي ونقسمها على 4 كريات، ومن بعد كل كريه نفتحوها على شكل مستطيل هكذا. نضيف هنايا شويه نتاع الفارينه، نساعد ولا نعاون روحي بشويه نتاع الفارينه، ونقسم العجينه نتاعي على 4 كريات متساويين، ومن بعد نفتحوا كل كريه على شكل مستطيل ولا مربع يكون شويه رقيق، يعني كل ما ترقوه راح يعطيكم نتيجه احسن. كما قلت لكم نفتحوها على شكل مربع، ومن بعد عندي كميه هنايا تاع زبدة التوريق كنت ذوبتها وخليتها ارتاحت حتى بردت لي شويه. من بعد نجي ندهن كامل الوجه نتاع هذاك المربع اللي فتحناه ونطويه على يعني على شكل حبه مسمن كما راكم تشوفوا هكذا. طويته ومن بعد نزيد نطوي العجينه الثانيه فوقها ونطويه من الفوق على 3 مرات. هنايا نزيدو نطويوه، ومن بعد نزيد ندير كميه نتاع ندهن كميه نتاع زبده التوريق ونزيد نطويه على 3. هنا اذا ما كانتش عندكم متواجده زبده التوريق ما عليكم غير تذوبوا مارغرين عاديه ونخليوها ترتاح شويه، من بعد نصفيوها ولا ناخذوا غير هذاك الزيت الفوقاني، ما ناخذوش هذاك الماء اللي من تحت ولا هذاك الحليب، ونستعملوها عادي. هنا نجي نكمل كامل هذوك المربعات ولا هذوك الكوريات بنفس الشكل هكذا ونخليوها ترتاح تقريبا واحد 10 دقائق حتى 4 ساعات في الثلاجة، ومن بعد نجيو نفتحوها. كما راكم تشوفوا انا استعملت هاد الصينيه هذه اللي راح نستعملها، وانتم استعملوا الصينيه اللي تكون متواجده عندكم. المهم كي تكونوا تفتحوا في العجينه نتاعكم افتحوها على العرض ولا افتحوا العرض تاع العجينه نتاعكم على حساب العرض نتاع الصينيه.
نفتحوا العجينة على هاد السمك كيما راكم تشوفوا، ومن بعد نجيو نحشيوها بهذاك الحشو اللي خدمناه مع بعض. وكنت هنا الحشو نتاعي خليته برد تماما باش نجيو نحشيو به العجينة ولا العجينة نتاعنا باش ما تتقطعناش كي نكونوا نغلقوا فيها. حطيت هكذا كميه نتاع الحشو كيما راكم تشوفوا بهذه الطريقه، ومن بعد زدت كميه نتاع الجبن المبشور ونجي نغلق العجينه نتاعنا كيما راكم تشوفوا. نغلقوا المرة الأولى، من بعد نزيدو ندورو الدورة الثانية ندوروها نصف يعني نص ماشي زوج مرات باش ما تجيكمش خشينة بزاف. وإذا دورتوها يعني أكثر من هكذا راح تجيكم خشينة من الداخل وما راحش طيب لكم وتجيكم معجنة. نغلقوا العجينة بشوية نتاع بياض البيض ولا شوية ما، المهم نغلقوها ومن بعد نحطوها في صينية نحطوها على الجهة اللي غلقناها عليها باش ما تفتحناش في الفرن. ونجيو نكملو كامل هذيك العجينة نتاعنا اللي راكم تشوفوا فيها بهذه الطريقة. كما قلت لكم ديروا دورة ونص هذا مكان باش تجيكم العجينة نتاعكم ولا البوراك نتاعنا ما يجيناش معجن ويجينا مقرمش. نكمل كامل بنفس الطريقة، وفي كل مرة نحطو هذاك الحربوش نبعدوهم شوية على بعضاهم، ما نلصقوهمش مع بعضاهم، نبعدوهم ونكملو كامل بهاد الطريقة. كما قلت لكم هنا الحشو نتاعنا فقط تقدروا تستعملوا الطون وتقدروا تستعملوا اي نوع من الاجبان اللي يكونوا عندكم، يعني يكون اختياري. هنا بعد ما كملت كامل هذوك المربعات ولا هذيك العجينه اللي عندي، نجي نقطعها هكذا بهذا الشكل. نقطعوا العجينه نتاعنا، وعندي هنايا صفار بيضاء ضفت لها كميه قليله قطرات نتاع الحليب باش يمشي لي هذاك صفار البيض هذا ما كان. ونجي ندهن هكذا من الفوق، ومن بعد زينتها بشويه نتاع الجلجله والسانوج. هنايا كنت سخنت الفرن تاعي على اعلى درجه، خليته سخن مليح، ومن بعد نقصلو حتى ل 180 درجه ولا 170 درجه. نطلعوا صينيه تاعنا للرف الفوقاني ونخليوها طيب على خاطرها حتى تتورق لنا وطيب لنا من الداخل. ومن بعد نزيدو اذا ما تحمرتناش نزيدو نحطوها للتحت ونخليوها تاخذ من اللون هذاك الذهبي حتى نتحصلوا على هذا البوراك يشهي. واش نحكي لكم، الريحه راهي دايره حاله ويوالم بزاف في رمضان، ومع شريبه هكذا راح يجيكم بزاف بنين. يعني تقدروا حتى تتناولوه وحده. جربوا هذه الوصفه اكيد اكيد راح تعجبكم. هنايا راح نجي نقسم معاكم حبه من الداخل باش تشوفوا كيفاش يجي متشخ ما يجيكمش ناشف ويجي مفرمج واحد البنه روعه. يعني اكيد اكيد راح يعجبكم وراح ديروا به حاله في رمضان. سجلوا الوصفه عندكم باش ما تبحر لكمش، واذا عجبتكم ما تبخلونيش بجام او كومونتير. تهلاو في روحتكم، مع السلامه.